هاي انا وصال وده بارت 2 من kind girl energy او ازاي تفضلي طيبة ونقية حتى لو العالم اللي حواليكي كله مؤذي. في حلقة النهاردة هقولك ازاي تعملي كده عن طريق 3 حاجات. اول حاجة هي بروجرام وده هتمشي عليه لمدة شهر وهتعتبريه تشالنج وهتشوفي ازاي حياتك هتتغير 180 درجة لو مشيتي عليه بالحرف. تاني حاجة وهي your intuition او احساسك وازاي احساسك ده بيفرق جدا جدا انه يغير حياتك من الاوحش للاحسن، وانك لو صدقتي احساسك في مواقف معينة هتقدري تنقذي نفسك من حاجات كتيرة قوي وحشة ممكن تحصل لك. تالت حاجة وهي علاقتك بربنا وزي ما تكونيش مقصرة لان دي هتفرق جدا جدا معاكي وهتحميكي بنسبة 1,000,000% من اي حاجة وحشة انتي خايفة تحصل لك. فنبدأ الأول بالبروجرام. البروجرام ده متضمن 5 حاجات لازم تمشي عليهم. اول جزء هيكون لشغلك والكارير بتاعك او طموحك اللي نفسك تحققيه. اشتغلي اي حاجة، اعملي اي حاجة تحسسك بقيمتك وتحسسك بالانجاز وتحسسك بكيانك، حتى لو هتعملي حاجات في البيت، حتى لو هتشتغلي اونلاين، حتى لو هتنزلي تشتغلي 2 ساعات في اليوم. اهم حاجة ان انتي تشتغلي وتعملي حاجة لنفسك واخر اليوم تنامي وانتي حاسة انك عاملة انجاز ولو صغير قد كده اهو. الجزء التاني لنفسك. الجزء ده بيتقسم ل2: شعرك وبشرتك وجمالك، وجزء داخلي واللي هو صحتك، انك تروحي الجيم وتاكلي اكل صحي. ده هيخليكي حاسه انك دايما احسن وفي مود احلى ومفيش اي حاجه هتاثر عليكي طول ما انتي كل فتره بتحلوي وبتتطوري جسديا وعمليا. نادر قوي قوي لما حاجه هتاثر فيكي. تالت جزء وده لعقلك. دماغك دي لازم تتعلم حاجة جديدة، ما ينفعش تفضلي واقفة مكانك. حتى لو عندك 50 سنة وعندك خبرة في الحياة قد كده ما ينفعش تبقي واقفة عند اللي انت خدتيه من الحياة مثلا في الفترة دي وخلاص، او تكتفي بجزء معين وتقولي انا كده اتعلمت. لا، لازم تتعلمي سكيل جديدة، مهارة جديدة وتدربي نفسك عليها. تتعلمي لغة، تقري كتب. ما ينفعش يعدي عليكي 6 شهور او سنة وانت لسه واقفة مكانك في الكومفورت زون ما بتعمليش اي حاجة وما بتتغيريش. لما انت تتطوري منتلي او عقليا ده بيقويكي جدا وبيخليكي شخصية عميقة وجذابة ومش واحدة سطحية كده. يعني الناس اللي هتتكلم معاكي او هتتعامل معاكي مش هيمروا عليكي مرور الكرام، لا انت هتفضلي معلمة ومأثرة في كل حد انت بتقعدي معاه طول ما انت ليكي كيان وليكي قيمة وبتهتمي تطوري نفسك. وغير كده كل ما انت بتطوري نفسك كل ما بتفتحي لنفسك طرق وابواب لفرص تانية وفرص احسن وناس جديدة اكتر. رابع جزء وده لهواياتك. لازم يكون عندك هواية. الهواية دي هي الجزء اللي هترفهي بيه عن نفسك لما تكوني مخنوقة. لازم تلاقي لنفسك هواية حتى لو انت حاسة انك مفيش حاجة بتحبيها. صدقيني انت في حاجة انت بتعرفي تعمليها وحاجة انت موهوبة فيها وحاجة بتجيت يو ابزورب بتخليكي مشدودة قوي ليها وواخدة كل وقتك وكل تفكيرك. الموضوع ده صحي جدا، انتوا مش متخيلين ازاي. شوفي لو انت بتحبي الرسم، بتحبي الخياطة، بتحبي الطبخ، بتحبي الغنى، بتحبي تركبي خيل، بتحبي تتعلمي سباحة، بتحبي تجري، لازم هيكون عندك حاجة بتحبيها. لازم تروحي تعمليها ولازم توجدي لنفسك على الاقل 2 يوم في الاسبوع تروحي تعملي الهواية بتاعتك. 5 جزء بقى وهو لعلاقاتك والحب والكلام الحلو ده. بعد ما اهتميتي بال4 اجزاء الاولانيين ابدأي بقى ادي حب ومشاعر بس للناس اللي تستاهل. بعد ما وزعتي طاقتك على ال4 حاجات الاولانيين نشوف مين عايزنا نرد عليه ومين عايز وقت ومين عايز اهتمام. بس ما اديش كل طاقتي لشخص واحد بس، هتدمر نفسيا. لو انتي في حياتك شخص متجوزاه، مخطوباله، مصاحباه، ايا كان، لو انتي ما عندكيش حياة وطاقتك كلها بتديها للشخص ده انتي بتدمري نفسك بايدك، لان الشخص ده مش دايما هيكون موجود معاكي وهتلاقي نفسك مودك بيتغير. لما موده بيتغير غيابه بيخليكي مكتئبة ومش مبسوطة وحضوره هو اللي بيفرق في مودك. لو انتي مودك وكيانك كله متأثر بشخص واحد وغالبا الشخص ده بيبقى الحد اللي انتي بتحبيه او مرتبطة بيه، فانتي كده بتدمري نفسك تماما ومش هترجعي تقومي تاني على رجلك لو انتي بتعملي كده. لازم تكوني عارفة حاجة مهمة قوي، ان جزء الحب والريليشنز دي ده مش كل حياتك، ده جزء من حياتك. يعني لما حد يدخل حياتك ولا قدر الله مثلا ما اتفقتوش وهو مشي، انا حياتي مش هتتدمر، انا حياتي كده كده ماشيه. هو كان جزء من حياتي مش كل حياتي. انا كده بحمي نفسي وكده مش باذي روحي، بحافظ على اللي جوايا للناس الصح والناس اللي هتقدره. ما ينفعش كل ما حد يدخل حياتي اديله كل الطاقه وكل الحب وكل المجهود وبعدين مثلا خلاص اختلفنا وما اتفقناش وهو راح لحاله وانا رحت لحالي اتدمر بقى وافضل قاعده مكتئبه بالسنين. لا طبعا. صدقيني لو انتي مشيتي على البروجرام
السيرم ده، الحاجات دي هتحميكي من ان انت تنطفي. اغلب البنات او اغلب الناس اللي بتحس ان هي منطفيه وما عندهاش طاقه، دي الناس اللي ما بتعرفش تعمل حاجه في حياتها او رافضه ان هي تعمل حاجه تخليها مبسوطه، بتدي كل طاقتها لشخص واحد بس. الشخص ده موجود انا مبسوطه، الشخص ده مش موجود انا متدمره. طبعا حرام عليكي وحرام عموما ان انت تاذي نفسك بالشكل ده. تاني حاجه بقى وهي الانتويشن او احساسك الداخلي. لازم تكوني عارفه ان احساسك ده لو انت تجاهلتيه هيحصل لك حاجه اسمها فقدان البوصله او هتضلي الطريق. ازاي يعني؟ احساسك ده هو البوصله بتاعتك، هو اللي بتوجهك، هو اللي بيقولك اعملي ايه وما تعمليش ايه. انا مرتاحه اروح المكان ده، لا مش مرتاحه. انا حابه الشغل ده، لا مش حباه. انا الشخصيه دي لطيفه معايا بس قلبي مش مطمن لها. هو ده الانتويشن بتاعك. ولازم تعرفي حاجه مهمه، لو انت بنت حساسه وبتتاثر من اقل حاجه لازم تاخدي دي كميزه مش عيب. احساسك العالي قوي ده هينقذك من مواقف كتيره قوي وحشه ممكن تحصل لك. لازم تعرفي كمان ان الاحساس بتاعك ده هو جهاز انذار محطوط جواكي، هو اللي بيقولك ايه الكويس وايه الوحش. ربنا حطه جواكي عشان يحميكي. مثلا لما تدخلي مكان وتحسي انك مخنوقه من غير سبب، السبب هنا ان ممكن الناس اللي في المكان دول طاقتهم سلبيه وانتي طاقتك عاليه قوي، او فيهم ناس مضغوطه او فيهم ناس مش كويسه، فانتي طاقتك مش متوازيه مع طاقتهم، فبالتالي انتي حسيتي انك مخنوقه. فالحل هنا ان انتي تاخدي بعضك وتمشي عشان ما تتاثريش بالطاقه بتاعتهم. وممكن يكون مكان فيه اذى ليكي او مش خير، فربنا حط الاحساس ده جواكي عشان تقومي تمشي. او مثلا لما تقعدي مع ناس وتحسي انك مش مرتاحه لهم، او برضو لما حد يكون بيتكلم معاكي ولطيف وكيوت بس انتي من جواكي حاسه انك لا مش متقبله. دايما بيكون احساسك صح. مش شرط المكان او الناس اللي انتي مش مرتاحه لهم دول يكونوا مؤذيين او في حاجه شر او وحشه هتحصل، لا ممكن يكون بس هما مش مناسبين ليكي، مش شبهك، عشان كده انتي مش حاسه بحاجه ناحيتهم. لو انتي تليفونك رن او انتي جايه تتعاملي مع شخص لاول مره وحسيتي باحساس من الثلاثه دول، زي ان قلبك يدق جامد او بطنك تتخطف او تحسي بضيق تنفس، ارجوكي ما ترديش او ما تتعامليش مع الشخص ده لو انتي عندك مقابله معاه في الواقع، لان ده انذار من جسمك بينبهك وبيقولك ان في حاجه مش صح وحاجه مش مريحه جايالك. ليه بقى ده بيحصل؟ لان جسمنا بيدينا اشارات تبقى اسرع من التفكير بتاعنا. في حاجه اسمها الوعي الجسدي بيكون اسرع من تفكيرك، فلما جسمك يديكي اشارات ما تتجاهليهاش خالص وصدقيها. فوقك من تفكيرك، يعني فوقك من الصح ومن اللي انت عايزاه. شوفي جسمك بيبعتلك اشارات عامله ازاي وصدقيها. يعني مثلا لو حد دخل حياتك وفضل يقولك كلام حب كتير وانت حاساه من بره حاجه مبهره وشخص واو مفيش منه اتنين ومفيهوش غلطه، بس انت في عندك احساس انك مش مطمنه وحاسه ان الشخص ده بيضحك عليك، لا صدقي احساسك. مش بقولك ان انت تروحي قافله الموضوع خالص من غير ما تسمعي اي مبررات او من غير ما تدي فرصه. ممكن يكون احنا عندنا تجارب سابقه بتاثر على نظرتنا في الحياه. ادي فرصه بس بليميت وانتي محافظه على سلامك النفسي، مش مخليه حد ياثر على حياتك لحد ما تتاكدي من احساسك ده. بس most of the time احساسك هيكون صح. تالت حاجه بقى وهي علاقتك بربنا. لازم زي ما انتي منظمه طاقتك وموزعاها على اجزاء، علاقتك بربنا كمان تكون منظمه، ودي هتكوني مقسماها لثلاث اجزاء. اول جزء وهي انك تصلي فروضك كلها في ميعادك، تاني جزء وان انتي تقراي قران وتقولي الاذكار بتاعتك في ميعادها، وتالت جزء هو الصدقه والدعاء. الثلاث حاجات دول لما انتي بتعمليهم بقلب حاضر وبخشوع صدقيني هيحموكي من مشاكل كتيره قوي قوي قوي. حتى لو انتي عبيطه ما بتفهميش في اي حاجه وما بتعرفيش تقري الناس وما عندكيش خبره في الحياه والحاجات دي كلها، ربنا هيحميكي من غير اي مجهود منك. بس اهم حاجه ان انتي تشوفي شغلك كويس مع ربنا بالشكل الصح، ما تفوتيش صلاه، ما تتجاهليش القران. لما تشوفي حد محتاج مثلا ما تكبريش دماغك، لان بجد الموضوع بيفرق قوي في ان هو يحميكي من الناس المؤذيه. وحتى لو حصل لك موقف واتاذيتي لازم تكوني عارفه ان الاذى ده في صالحك طول ما انتي علاقتك بربنا كويسه وطول ما انتي نيتك صافيه ومش بتتمني الاذى او الشر لحد، فعمر ما في حاجه وحشه هتحصل لك. ولو حصلت لك هتبقى خير ليكي واختبار من ربنا او ابتلاء يختبر بيه صبرك وهتتجازي وهتتعوضي عليه بعدين. مفيش اي حاجه عند ربنا بتروح كده وخلاص. ولازم اهم حاجه ان المايند سيت بتاعك يكون شغال بالطريقه دي، ان اي حاجه وحشه هتحصل لي عشان مثلا انا بعيد عن ربنا فمحتاجه اقرب منه، ولو انا ملتزمه وحصل لي مثلا لا قدر الله حاجه وحشه فدي تبقى حاجه بتعلمني او ربنا بيبعد شر معين عني او بيختبر صبري عشان يجازيني بعدين. لازم تكوني حاطه في دماغك المايند سيت ده علشان ما تحسيش انه لا انا بصلي فبيحصل لي حاجات وحشه. بجد اللي عند ربنا مش بيروح خالص خالص خالص. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. استنوني الحلقه الجايه هتكلم معاكم عن الجزء الثالث او بارت 3 من Kind Girl Energy، او هتكلم معاكم عن حلقه جديده مش عارفه. وبس كده انا خلصت. باي.